السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الروحانية؟ ام جنى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي، الرسالة العاطفية يا طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الفقير لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. دخولك على الفيديو ده مش صدفة، في اكيد حاجة حابة توصلك من عقل الحبيب اللاواعي. يلا مع بعض نبدأ ونشوف كده. اللي متابعني وعارف طاقة أم جنى وعارف روحانيات أم جنى، أحيانا بحب أسأل كده الطاروت، وأحيانا بحس إن أنا عايزة أمشي بطاقتي الروحانية. فاهمني؟ فأنا حاسة كده دلوقتي إن أنا عايزة الطاروت هو اللي يجاوبني. يعني أنا مش هسأل على طاقتكم ولا طاقة الحبيب، مش هسأل أنهي طاقة اللي هتطلع. فأنا هعرف دلوقتي طاقة مين اللي هتطلع فيكم الأول. بصوا حبايب قلبي، الطاقة هنا بتقول إنكم انتوا وهو زي ما يكون مش عارفين تفهموا بعض. يعني هي الطاقة مبينة هنا انتوا مش عارفين تفهموا بعض، سواء انت او هو، بس انتوا اعقل منه. انتوا من الناس اللي بتعرفوا تحددوا انتوا عايزين ايه. واخدين بالكم؟ انتوا من الاشخاص اللي فهمتوه اكتر منه، بس برضو انتوا مش عارفين تخلوه يفهمكم. فالزورة دي؟ لا مش فزورة، بس هفهمكم اكتر. هنا انتوا في ما بينكم شكوك، ما بينكم وما بين الحبيب، انتوا شاكين فيه وهو شاكك فيكم، والدنيا كلها خلطبيطة كده في بعض. الشخص ده تحس ان هو وانت صابرين على بعض، يعني انتوا الاتنين بتدوا بعض هدنة، وكأنكم انتوا الاتنين بتحاولوا او ابتديتوا في مرحلة اللي انتوا عايزين تفهموا بعض فيها. دي طاقتكم انتوا الاتنين ظهرت مرة واحدة، يعني مش مثلا بقى طاقة حد فيكم. طيب، شايفة هنا الحبيب اهو بيقولك ايه، او شكله كده حبايب قلبي ناوي يعمل فيك حركة. والحركة دي هو ممكن تكون مثلا هو عايز بيفكر ان هو يعمل فيك حركة، والحركة دي يرجعك بيها. بيقولك كده، بيقولك انا هعمل حركة هخليك مش هتقدر تبعد عني فيها. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي هو عايز يعمل ايه. يعني وبعدين انا شايفة حد واثق من نفسه قوي، يعني بينشن على الحاجة اللي هو عايزها. بيقولك كده، بيقولك مش هتقدر تبعد، لاني هعمل معاك حركة هرجعك بيها. طب ايه بقى الحركة دي؟ الشخص ده، طيب انا عايزة اسأل برضو، انا عايزة اشوف ايه الحركة دي. ليه؟ يعني انا ظاهر قدامي بطاقة كده، بس انا حاسة ان برضو الشخص ده عايز يقول حاجة تانية. طبعا هي البطاقة دي نزلت قدامنا، بس برضو هنحطها كده على جنب وهنرجع لها تاني. تمام؟ ايه الحركة اللي الشخص ده عايز يعملها؟ نبتدي ونشوف كده. ابتدت تظهر دلوقتي. طيب بس برضو ناخد ايه بطاقة كده، ناخد دي كمان اهو. بصوا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالترتيب كده زي ما ظهروا. الشخص ده، ويمكن دي البطاقة اللي انا قلت لكم هرجع لها، عارف ان انت متأيد في حبه قوي، والشخص ده عارف انك انت صعب تنساه. هو عارف كده، واثق من كده قوي. فعمل ايه؟ او ايه الحركة اللي قالك انا هرجعك بحركة هخليك انت اللي ترجع لي؟ الشخص ده هيبين لك يا حبيبة قلبي انك انتي مش في اهتماماته خالص خالص. طبعا القراءة للرجل وللمرأة، سواء اتكلمت بصيغة الرجل او بصيغة المرأة، بس القراءة للرجل والمرأة هنا. هو عايز يبين لك ان انتي مش في اهتماماته بسائغ. فهماني؟ مش في اهتماماته، وان هو فرحان وسعيد ولا سعادته من غيرك و وبعد كده
هتقوم انت عاملة ايه؟ لا ده انا اروح له بقى، لا ده ابتدى ينساني. فهماني؟ لا ده ابتدى ينساني. هو عارف، بصي هو عارف، هو فهمك كويس قوي. الشخص ده فهمك وعجنك وخبزك. يا اما يا اما هتبتدي انت تلملمي مشاعرك وعواطفك وتبتدي تدي ظهرك للعلاقة دي. طيب انا شايفة هنا انك انتي هنا مش عارفة تدي ظهرك للعلاقة دي. انتي واحدة بتقولي انا عايزة اخد حقي، انا ماليش دعوة، انا عايزة حقي من العلاقة دي، انا ما خدتش حقي منه. الشخص ده دمرني يا ام جنى، الشخص ده تعبني يا ام جنى، الشخص ده لا مش حاسة ان هو ان انا امشي كده وابعد عن العلاقة، ان الشخص ده دخل حياتي لخبطها وقال لي السلام عليكم. فهو دلوقتي على فكرة لو انت بتسألي هو الشخص ده هو عايز يرجع لك. الشخص ده هو حد مش قادر انه ينساكي، لا مش قادر ينساكي، بالعكس ده عايز يرجع لك بقوة. يعني الشخص ده نفسه يرجع لك قوي. بس هنا بقى ظاهرة حاجة غريبة، ظاهرة هنا طاقة طرف ثالث في العلاقة. ومع انه هنا يبلك انه في طرف ثالث او انت شاكه ان في طرف ثالث، على فكره هو مش احتمال كبير يكون في طرف ثالث هنا، للبعض فيه وللبعض لا. مع العلم كده بس انت او الشخص ده تحديدا على فكره هو بيبص عليك انت وعايز العلاقه تكمل ما بينك وما بينه. نفسه جدا ان العلاقه تكمل ما بينك وما بينه. طيب تعالوا كده نشوف، انا لسه بقول تعالوا نشوف لقيت الكروت هي قلبت لوحدها. لا ده عايز يرجع، الشخص ده عايز يرجع. بصي عايز يرجع. الكروت اللي طلعت شايفه كلها عايز يرجع. الشخص ده عنده حب ليكي شديد. الشخص ده بيقولك اي نعم ايوه انا مشيت ورا طرف ثالث، اي نعم ايوه انا جزفت وشخص ما كنتش سوي في العلاقه، شخص حاولت اني انا انساكي وخفت ومشيت وبعدت وجريت ورا مخاوفي، لكن ما وصلتش لنتيجة. كل اللي انا وصلت له ان انا مش عارف انساكي برضو. هو بيقولك كده، بيقولك كل اللي انا وصلت له اني انا حاسس انتي كنتي مصدر سعادتي، كنتي مصدر الهامي، كنتي مصدر احتواء ليا. انا هو يمكن هو بيقول كده، بيقول انا خسرتك. الشخص ده بيقول كده، بيقول انا خسرتك، انا حاولت انساكي وما عرفتش ومش عارف ليه، مش عارف ليه انا عملت كده. يعني هو حد بيلوم على نفسه لدرجة ان هو عمال بيخطط يوصلك ازاي تاني، لانه هو عارف ان انت ابتديتي تنسيه. الخطة بتاعته اللي كان عاملها ما جابتش معاه، فشلت. تعرفي انا مش هقولك غير كلمة واحدة، انت بقيتي حلم بالنسبة له، انت بقيتي حاجة غالية قوي، حاجة غالية جدا. طب تعالي كده نشوف من عقله اللاواعي ونهكر عقله، نخش جوه عقله اكتر بإذن الله، ونشوف كده الشخص ده ايه الرسالة اللي هو عايز يوصلها لك او ايه اللي هو حابب يوصله لك. بيقولك انا وحيد. الشخص ده بيقولك انا ببقى بشتغل وبلاقي نفسي بفكر فيكي انتي. بيقولك مفيش حاجة عرفت تخليني انساكي. الشخص ده بيقولك كده مفيش شيء عرف يخليني انساكي. بيقولك انا متعلق بيكي قوي، دي طاقته. بيقولك انا متعلق بيكي ومش هقدر انساكي. يمكن الشخص ده في حد ملاحظ هنا عليه ان هو مش قادر ينساكي. انا كل اللي انا فاهمه وعارفه ان انتي مسيطرة على تفكيري. كل اللي انا عايز اوصل له هو ازاي انهي الحرب والمعركة اللي ما بيننا.
انا عايز اوصل لحل وسط ما بينك وما بيني. هو بيقول لك كده. بصي شوفي هو عامل ايه. الشخص ده كمان من الناس يا حبايب قلبي اللي المتأملة، يعني بتحب تقعد كده مع نفسها، وهو زي ما يكون يا حبيبة قلبي عايش في الأحلام اتجاهك. يعني هو حقيقي بيفكر فيكي بصورة رهيبة. يمكن انت أثرتي فيه قوي، أثرتي فيه جدا، خليتي الشخص ده هو مش قادر ينساكي، خليتي الشخص ده هو عايز يقرب منك، وفي نفس الوقت هو خايف. بيقولك كده، بيقولك أنا خايف، خايف من المسؤولية. تحس إن الشخص ده بيقولك أنا خايف من المسؤولية. الشخص ده بيقولك أنا ما كنتش أعرف إني أنا ممكن أكون مقيد في حبك كده. طيب أنا شايفة هنا طاقة حد، طبعا القراءة المنفصلين، بس في كمان ظاهرة مع القراءة المنفصلين دي، إن الشخص ده الطرف الثالث هنا دي زوجته، لأن هو هنا متحمل مسؤولية، ومتحمل مسؤولية بيت وطفل، أو أنتوا كنتوا مرتبطين بيه وهو سابكم. فهنا أصلا طاقة الطرف الثالث عاملة عمايل وبلاوي سودة، أو الطرف الثالث هنا ممكن تكون متعرفكيش، بس مأثرة عليه قوي، مأثرة عليه جدا، وممكن تكون بتجرحه بالكلام، أو لو هي تعرفك جرحتك بالكلام. بس هو حد هنا متأثر، حد هنا بيقولك سامحيني، حد بيقولك أنا مش عارف صدقيني أشوف حالي، مش عارف أشوف حياتي. يعني بصي هنا طاقته هنا في تحكير العقل، في تحكير العقل الباطن. بصي هنا، شوفي هنا، هو نفس طاقته طالعة هنا برضو، إن هنا في أشخاص على فكرة، أو في شخص بيحبه، بيحاول يقرب منه، بيحاول يفهمه. ممكن يكون الشخص ده وعايش معاه، ممكن يكون ابنه، ممكن يكون أخوه، ممكن يكون حد قريب منه قوي، وبيقعد يسأله، أو شايفه متأثر، أو شايفه تعبان. لأن بصي هنا شخص أهو، أو طفل على فكرة، ممكن يكون طفل وممكن يكون حد كبير، ومش شرط يكون يعني الطفل. بس هنا في حد معاه، في حد حاسس بيه قوي، في حد زعلان عشانه، في حد شايف ده. فهنا برضو نفس القراءة هنا من عقله اللاواعي يبلك هنا، شوفي ان هو بيشتغل عادي وان هو ماشي حياته، لكن لا، اهو حد تعبان قوي، حد مش عارف ياخد قرار كمان. هو بيقولك انا مش عارف اخد قرار. على فكرة انت ظروفك احسن منه، ظروفك هنا احسن منه بكتير. احسن منه في ايه؟ انت قادرة تاخدي قرار عنه على فكرة، وقادرة تتزني عنه. انت قادرة، يعني قادرة تعملي ده غيره، سواء انت رجل او امرأة هنا، فانتوا هنا قادرين تعملوا ده غيره. بس خلي بالك، عايزة اقولك على حاجة، يمكن انت ما وصلتيش للي انت وصلتي له ده من فراغ، او وصلتي لاحساس التوازن ده مش من قليل، لا تعبتي ياما، تعبتي ياما عشان توصلي له. يعني ما كنتيش في يوم وليلة بقيتي كده، يعني مش مثلا سبتيه بقيتي كده، لا لا. بس انتي يعني ما شاء الله حكيمة عنه، او انت حكيم عنها في تصرفاتك، او بتقدر تتملك من مشاعرك اكتر منها. فاهمني؟ فانا شايفة هنا على فكرة في احتمال كبير قوي للرجوع ما بينكم، في طاقة رجوع هنا ما بينكم انتوا الاتنين. يعني بسم الله ما شاء الله، في طاقة رجوع، في طاقة، يعني ممكن يكون على فكرة في حد هيصلح ما بينكم هنا. مش شرط على فكرة الحد اللي هيصلح ما بينكم ده هو يعرفك او يعرفه، يعني هو ممكن يكون حد هيصلح ما بينكم، وممكن يكون على فكرة مرشدكم الروحي، اللي هو مثلا في تواصل روحي ما بينك وما بينه، فيبتدي حد كده زي ما يكون بيألف قلوبكم على بعض يعني. او في هنا طاقة كده زي ما يكون حد هيكلمه او هيكلمك، او حد مثلا انت هتاخدي بمشورته، او هو هياخد بمشورة حد. بس هنا في حد
هيحاول يصلح ما بينكم هنا. في حد هنا هيحاول انه يلعب دور قوي جدا في العلاقة دي، دور مؤثر كمان قوي. انا شايفة انتي هنا بتقولي هو لو رجع انا لازم ادافع عن حقي ولازم اخد حقي. شايفة هنا انتي حاسة ان انتي ليكي حق، او انتي بتقولي انا مش راجعة عشان انا ليا حق، او انا مش هينفع ان انا ارجع في العلاقة دي عشان ليا حق. بتقولي كمان ان انتي هنا اتنزلتي عن حقوقك ياما، يعني انتي شايفة كده، بتقولي هنا انا اتنزلت ياما وكان معايا الحق، كان معايا الحق ده. ويمكن انتي حاولتي تعملي نفسك زي ما بيقولوا كده مش فاهمة، عبيطة، تعدي امورك، بس انتي بتقولي ان انتي اتحملتي ياما، وبتقولي ان انتي مش ناسية اي حاجة حصلت. هو الشخص ده لو عليه هو بيقولك انا عايز انسى كل اللي فات وارجع تاني، بيقولك هل انت عندك الاستعداد لده؟ لو انتوا عندكم الاستعداد لده انزلوا اكتبوا في الكومنتات دلوقتي. لو انتوا داخلين بس من باب حب الاستطلاع وعايزين تعرفوا بس طاقته، فقولوا برضو، قولوا انتوا طاقتكم ايه واستقبلوا الطاقة. يعني سواء كده سواء كده استقبلوا الطاقة. هل انت عندك نية للتسامح والتصالح ولا ما عندكيش النية دي؟ فاكتبولي في الكومنتات هنا عشان ابقى متابعة طاقتكم على طول بإذن الله. شايفة هنا يا حبايب قلبي برضو انكم انتوا في منكم كده اللي هيجيله شريك حياة تاني، او في منكم كده اللي في شخص هيدخل حياتك. يعني ممكن يكون مثلا حد كان بيكرش عليكم مثلا او حاجة، بس انتوا في او مثلا في امنية وهتتحقق بإذن الله. برضو انتوا من الناس اللي نجمكم ساطع قوي في الفترة دي، متألقين يعني، مش من الناس السهلة يعني بسم الله ما شاء الله، ولا من الناس السهلة ان حد ينساكم. ده خليكم كده عندكم يعني يقين بكده ان شاء الله، ان انتوا مش من الناس السهلة اللي حد ينساكم. انتوا عندكم طاقة احتواء، طاقة حب، طاقة حنية، من النوع اللي انتوا حنينين قوي قوي على الحبيب، لدرجة ان الحبيب هو بيقولك انا مش قادر انسى حنيته عليا. هو مش قادر ينسى حنيتك، بس هو عايز يرجعك بأي طريقة. والطريقة اللي ممكن يرجعك بيها اللي هو ممكن مثلا يجي لك كده يدخل فيك شمال، يعني يجي يقول لك انت بتعمل معايا كده ليه؟ حرام عليك، انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا ما استاهلش منك كده. عارفين اقول لكم على حاجه؟ عارفين نظام خدوم بالصوت لا يغلبوكم؟ هو بقى ممكن يعمل معاكم حركه زي كده، اللي هو يجي يقول لك لا، يقلب عليك الترابيزه، ده انت اللي غلطان او انت اللي غلطانه على فكره بقى من ساسك لراسك، وبعدين يركبك الغلط بقى عشان هو اللي جالك، فاهمه؟ يعني انت تبقي انت بقى ايه، مكسوفه عشان هو اللي جالك. زي مثلا ما يكون ضيف كده جايلك وفتحتي له انت الباب فبتتكسفي ان انت تكسفيه، يعني مثلا حد جاي يصالحك فانت مكسوفه مش عارفه تقولي له ايه، فاهماني؟ وفي نفس الوقت انت عايزه تتكلمي وتعبي، بس هو يعني ايه، جيته ليكي دي غلطك انت. ف بالظبط كده، فهو جايلك بالمبدأ ده. يعني هو احتمال كبير قوي ان هو يجيلك بالمبدأ ده، بمبدأ ان انا جاي فهغلطك انت بقى المرة دي. فهو خلي بالك، هو انتوا ناس عقلانية انتوا الاتنين على فكرة. هو انتوا ناس عقلانية، بس هو مندفع شوية عنك، هو مندفع شوية عنك، مندفع في حبه، مندفع في تصرفاته. يعني حتى هتلاقي هو لما بيكون معاكي في العلاقة يعني يديكي كل حاجة اكتر ما انتي تكوني انتي محتوياه. ودي النقطة الوحيدة اللي مخلياكي انتي مش قادرة تنسي الحب اللي كان ما بينك وما بينه. كمان الشخص ده كان فيه ميزة حلوة قوي، ان هو دايما كان بيخليكي فيه شراكة بينك وما بينه، كان دايما يعني يشور عليكي وانتي تشوري عليه، بس هو متعلق بيكي قوي 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 ومش هيقدر ينساكي، خلي بالك. حبايب قلبي، بكده قراءة النهاردة وطاقة النهاردة تكون انتهت. حابة اقول لكم بس حاجة كده اخيرة، خلي بالكم عشان انتوا في عين عليكم وفي ناس بتراقبكم، عين عليكم وناس بتراقبكم، وفي ناس بصالك وناس بصاله. يعني انت ليكي ناس غيرانة منك وهو ليه ناس برضو غيرانة منك، او ممكن حد لو عارفكم انتوا الاتنين فهو حد غيران منكم انتوا الاتنين، وانتوا مفكرينه حبيب ولكن هو مصيبة سودة، ويعني بيبصلكم وغيران من كده، وملا دماغه بأفكار سوداوية ناحيتك. فخلي بالكم،
واحذروا من هذه الطاقة، لأن خلي بالكم انتوا كنتوا بتتعاملوا معاه الأول كويس وكنتوا كويسين، فبعد كده دخل ما بينكم حد ولع الفتيل كده ما بينكم، بس بصورة فيها يعني عارفين كده اللي هو ايه، يحط لك السم في العسل كده، لا ده انت عشان مش عارف ايه، لا ده انت عشان تبقى انت اللي كلمتك ماشية وانت. فسوحوا العلاقة دي كلها وبوظوها عشان هم مش حابين يشوفوا حد يعني سوي في العلاقة. يعني في ناس لما بتكون هي مش سوية في علاقتها بتحب تشوف اللي قدامها مش سوي برضه عشان تبقى هي مرتاحة نفسيا، ما تبقاش هي لوحدها كده يعني. حبايب قلبي، بكده قراءة النهاردة تكون انتهت، انتظروني بكرة بإذن الله. كانت معكم الروحانية أم جنى، شكرا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.